لكم أن تتخيلوا أن حارس منتخب مصر محمد الشناوي حصل على أكبر حملة انتقادات من الجماهير المصرية بعد المباراة الأولى، أنه حارس فاشل وما يعرف يحرس، أنه لازم يخرج ويطلع بدله حد ثاني شوبير ومش عارف اسمه. وتخيل أنه بعدها ب3 أيام فقط وفي المباراة الثانية هو أفضل لاعب في المباراة، وهو السبب الرئيسي في تأهل منتخب مصر، أنقذ مصر من كثير من الأهداف أمام جنوب أفريقيا. محمد الشناوي حارس كبير، ولكن المشكلة في فكرنا نحن كجماهير عربية بشكل عام، مش مصر بس. إذا شفنا غلط من لاعب أو حارس أو كذا نهاجمه ونجيب فيه كل العيوب، ما نصبرش على اللاعب. على الجماهير المصرية وأي شخص انتقد محمد الشناوي عليه أن يعتذر، وعلى الجميع أن يقف مع منتخب مصر. الآن مش وقت الانتقادات، وقفوا مع منتخب مصر، مع مدرب مصر، مع اللاعبين. منتخب مصر جيد، وقفوا معه، وأنا أرشح منتخب مصر بإذن الله لهذه البطولة وأن يوصل إلى النهاية إن شاء الله. تحياتي لكم وتحياتي للجماهير المصرية، وإلى اللقاء.